ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا وصفتنا اقتصادية جدا وسهلة. اول حاجة عندنا هنحط بصلاية مفرومة، احنا قطعناها وبعدين حطيناها في الكبة مفرومة زي ما انتوا شايفينها كده، وضربناها عشان نخلي البصل يبقى حجمه اقل. وبعد كده هننزل باللحمة اللي عندنا، اللحمة المفرومة. الكمية اللي انتوا تحبوها، انا هنا كان يعني اكتر من ربع كيلو بحاجة بسيطة. حطينا بقى عليها ملح وسكر، رشة سكر، وحطينا فلفل اسود، وحطينا توم باودر وبصل باودر وبابريكا. بالكميات المقادير اللي انتوا تحبوها، بس ما تكتروش عشان ما يغطيش على طعم اللحمة يعني. تمام. وما تقلقوش، رشة السكر بتبقى حلوة قوي يعني في الاكل، ما بتغيرش الطعم اصلا. تمام، هنضربهم كويس جدا بقى مع بعض. ضربناهم كويس في الكبة، وبعد كده هنحط عليهم معلقتين بقسماط عشان نضاعف الكمية، ده هيدينا كمية أكبر من اللي احنا مستخدمينها. تمام، هنحط معلقتين كبار بقسماط ناعم، وهنحط كمان بيضة. حطينا بيضة واحدة، وهنحط كمان المعلقتين البقسماط اللي قلت لكم عليهم. ده طريقة البفتيك الكداب، هيبقى طعمه حلو قوي في الاخر. طبعا احنا ممكن نستخدم ايدينا عادي لو مش متوفر عندنا الكبة يعني عادي، يعني ما فيش حاجة تقف قصادنا يعني. بس تكونوا فارمين البصلة كويس ويعني تدمجوا الحاجات دي كويس قوي، التوابل مع اللحمة مع البصل مع كل ده، هتقعدوا تعجنوا فيها كتير يعني. تمام. بس بقى وهتشوفوا دلوقتي شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. انا هنا كنت نسيت احط معلقة النشا اهي. خلاص بقت متجانسة خالص مع بعضها، هتتفرد معانا بطريقة سهلة خالص يعني. ما تقلقوش، هتبقى متماسكة كويس. بس وبعد كده هناخدوها بقى، هنقسموها على هيئة كور كده صغيرة. وهنفردها، دي كيس التلاجة اللي انا كنت لسه قايله لكم عليها. هنغطيها بالشكل ده وهنفردها كويس، هتدينا شكل البفتيك الطبيعي عادي اللي احنا عارفينه. تمام، هتفردوها بقى كويس، هتديكوا كمية كويسة جدا يعني. طبعا انا لسه هفردها اكتر من كده وهظبطها، يعني بقت شكل البفتيك العادي بقى بتاعنا. هخلص كل الكمية بقى معاكم، هتشوفوا كميتها في الاخر عملت يعني شوية كويسين جدا يعني. تمام، لازم نضغط عليها كده. هخلص بقى كل الكمية وبعد كده هنشيلها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين، يعني يفضل لو انتي عاملاها من يوم قبلها او في نفس اليوم بدري، عشان تفضل تاخد وقتها كويس يعني في التلاجة، او لو مستعجلة بقى في الفريزر مثلا نص ساعة كده، بس عشان نضمن بس انها تبقى كويسة نعرفه نتعاملوا معاها بعد كده. تمام، دي الكمية اللي انا عملتها، طلعت معايا زي 6 قطع كبار زي ما انتوا شايفينهم. هنحضر بقى الكفر بتاعه، هنحط دقيق ونشا والبقسماط. انا حطيت زي كوباية دقيق ونص كوباية نشا. تمام. و وحطينا، كان عندي فيجيتور كنور، كنت اول مرة اجربه بس طلع حلو قوي. تمام، اهو حطيت الباكو كله. ده اللي هو العادي، وعندي حطيت كمان حطيت معلقة من السبايسي، هتشوفوه دلوقتي. تمام، ده السبايسي حطيت منه زي معلقة عشان ما يبقاش سبايسي جامد يعني. ما حطيتش اي توابل لان الفيجيتار كان فيه توابل. وحطيت كمان، زودت بقسماط ناعم. المتاح عندك حطيه، يعني متاح عندك حطيه. لو البقسماط او الفيجيتار مش متوفر مثلا، مفهوش التوابل، ممكن تحطي زودي عليه ملح وفلفل
والبهارات اللي عندك يعني اللي انت تحبيه. تمام، ده كده الكفرج بتاعه. قلبناهم مع بعض. دي اخر خطوة احنا هنعملها. هندمجهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما نخرج ال البفتيك الكداب من التلاجة. دي بقى الخطوة اللي هي قبل الأخيرة. حطيت هنا معلقتين دقيق، وحطيت معلقة نشا. تمام، وحطيت عليهم ملح وفلفل، بهرتهم يعني. وهننزل بقى بمية، هننزل واحدة واحدة ونقلب بالمضرب، عشان دي الخطوة اللي هنعملها قبل الكفر نهائي. تمام، يبقى حطينا معلقتين دقيق ومعلقة نشا وملح وفلفل، وهننزل بمية، وهنفضل نقلب فيهم لحد ما نوصل للسمك اللي انتوا هتشوفوه في الاخر قدامكم. تمام، جربوا بجد، الطريقة دي حلوة قوي وموفرة جدا معاكم. نقلب كويس جدا، هنفضل نقلب نقلب لحد ما نوصل للسمك اللي احنا قلنا عليه، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام، يعني ده احلى من خطوة ان احنا نحطه في بيض وبعدها نحطه في كفر النهائي، لان احنا استخدمنا بيض اصلا في الكبة، يعني مع اللحمة اصلا احنا حطينا فيها بيضة. تمام، ده اللي احنا وصلنا له السمك النهائي. هنا بقى كنا بنعمل مكرونة جنب البفتيك، مكرونة بينا. هنعملها مكرونة حمرا عادي، صوص احمر. هنا بقى طحينة جنبها. الطحينة دي جربوها حلوة قوي. دي اللي هي الطحينة اللي هي الفاتحة عادي، مش الحمرا الغامقة. حطيت هنا عليها خل. تمام، هنفضل نقلب فيها. طبعا هي مش هتفك غير بعد لما نحط عليها مية، هتشوفوها دلوقتي. بس لازم الخطوة دي ان احنا نحط خل الاول، وبعد كده اهو ده كده بالخل، وبعد كده هننزل بالمية. هنقلبها برضو كويس جدا، هنقلبها اهو. ده وصلنا للسمك اللي انا بحبه، يعني في ناس بتحبها اخف من كده، انا بحبها يعني بتبقى كده طعمها تحفة. بنزود بقى عليها عصرة الليمونة دي، بنحط نص ليمونة. بعد كده هننزل بقى بالملح والكمون والشطة. تمام، حطينا ملح وكمون وشطة. وهي الاول احنا حطينا عليها خل متنسوش، والليمون ونص ليمونة. تمام، هنقلبها بقى. تمام، شكلها مغري قوي. انا بحب جدا الطريقة دي، بتبقى طعمها حلو قوي. في طرق تانية كتير، ممكن بعد كده ابقى اجربها معاكم. حطينا بقى الزيت، ده اخر حاجة بنحطها. بتخليها كده لونها زي ما انتوا شايفينه، وبتبقى مندمجة قوي كده. تمام، هنا بقى كنا بنعمل التسبيكة بتاعة صلصة المكرونة. حطينا زيت، وحطينا بقى ايه الطماطم. الطماطم بتفرق جدا في طعم المكرونة يعني. كده كده بنزود عليها معلقة الصلصة عشان اللون. بس حتى لو ضربته حتى طماطمية واحدة بتفرق جدا في طعم المكرونة. وطبعا صلصة يعني سكر، رشة السكر دي مهمة جدا. حطينا فلفل اسود، وهنحط ملح. بس هنسيبها تتسبك شوية، هنسيبها تتسبك شوية على نار هادية. بس لا، دي اول حاجة حطيتها الملح، ده رشة السكر اهي انا لسه حطاها. بس هنقلبها، وبعد كده هنسيبها تتسبك على نار هادية. هنروح بقى للبوفتيك بتاعنا اللي احنا كنا سايبينه في التلاجة، طلعناه اهو من التلاجة. بصوا طلع متماسك حلو ازاي. لازم خطوة التلاجة او الفريزر عشان تعرفي تتعاملي معاه، لان هو عايز معاملة حساسة قوي يعني، لان هو في النهاية هو لحمة مفرومة، مش قطعة لحمة يعني. تمام، شايفين. حطيناه بقى في الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو الدقيق مع النشا، وحطينا عليه المية
اللي هي الخطوة اللي قبل الكفر النهائي. تمام. هنا بقى ايه تتعاملوا معاه بحرص قوي وانتوا بتطلعوها. هنا كان في مقطع تقريبا اتشال. انا هنا عملت واحدة ودي التانية بعملها معاكم اهي. تمام. ده الكفر النهائي. ممكن تحطوا كيس تلاجة تحت تحت الدقيق والنشا، يعني ممكن ما تحطوش على الطبق على طول اللي انتوا بتستخدموه، وتحطوا كيس الاول عشان تعرفوا بس تقلبوا البفتيك، يعني فاهمين؟ ايوه كده بصوا، عشان تعرفوا بس تحركوا من البفتيك كويس عشان هو عايز معاملة حساسة زي ما قلت لكم. ادي التسبيكة والمكرونة، بصوا منظرها عامل ازاي، تحفة. هنا بقى النار كانت الزيت كان سخن طبعا جدا، بس هدينا طبعا النار عشان تستوي بقى، عشان البفتيك يستوي. هدينا النار الاول، بيبقى الزيت سخن وبعد كده بنهدي النار عليه. تمام. اهو شايفين بقى، بصوا وهي بتتشال يعني ماسكه نفسها جدا، والكفر ما اتشالش ولا اي حاجه. حلو قوي يعني، وطعمه حلو قوي، والكميه كانت كبيره، وفضل كمان منها اصلا تاني يوم، وبقى طعمها لقيته احلى من اول يوم كمان. الخطوه دي انا بحب اعملها قوي. بحط معلقه سمنه قبل ما اطفي على المكرونه، يعني بكده بحاجه بسيطه قوي، بتدي طعم، بتغير طعم المكرونه بجد. بقلبها كده. انا هنا كنت تقريبا طفيت النار اصلا، فهي السمنه ساحت اصلا مع المكرونه. ده الشكل النهائي للبفتيك، شايفينه متماسك ازاي، تحفه. يلا بقى اعملوا سبسكرايب ولايك. باي باي.